السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ شمس ومروان. وحشتوني كتير 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 كتير. النهارده إن شاء الله هنعمل لكم تورتايه بسيطة جدا وغير مكلفة بالمرة، سهلة خالص. كيك كريم جانتيه، شوية فرماسيلي كده، شوكولاتات اللي موجودة عندك مش موجود ممكن نعمل إيه؟ نفس الزواق دوت برده بطريقه تانية جدا. ايه رايكم؟ انا بقى مش هعمل لكم كيك من الاول ولا اعمل لكم كريم جانتيه، مش عايزين نضيع وقت بقى، احنا عملنا الكلام ده كذا مره على القناه، وان شاء الله هحط لكم لينك الايه الكريم جانتيه في صندوق الوصف عشان برده اللي ما يعرفوش، ولو عايزين الكيك كمان مفيش مشكله. يا رب يكون فيديو النهارده يعجبكم. ولو التورتايه دي هتعمليها لعيد جواز حطي حرف ليكي انت وجوزك هنا، ولو التورتايه دي لعيد ميلاد حطي اسم ابنك او بنتك هنا، او حبيب ليكي عيد ميلاده، مفيش مشكله. انا التورتيه دي حبيت اعملها، هي بالمناسبه بس انا حبيت اعملها ليكم واوري لحبايبنا قد ايه مطبخ شمس ومروان ممكن يحترف ويدخل على المصانع ويجيب احسن وصفه ويقدمها لحبايبنا. ايه رايكم حبايبنا؟ كترش كلامنا، يلا نبتدي. شكلها عامل ازاي؟ ده كريم جانتيه، ده القوالب اللي احنا عملناها مع بعض برضه على القناه. هنيجي نحطه كده. حبيت النهارده ان انا ازوق التورته بس معاكم، لان احنا قبل كده عملنا الكيك كذا مره وعملنا كمان الكريم جانتيه. ونسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. اول حاجه اسباتوله او سكينه مطبخ عاديه، هنبدا نقطع الطبقات بتاعتنا على، بص الكيكه عامله ازاي، ايه رايكم؟ نقطع بس ايه الطبقات بتاعتنا كده. دي اول طبقه، بصوا نحطها هنا جنبنا ونقطع الطبقه الثانيه. دايما الطبقه الاخيره دي هي اللي بتبقى قاع التورتايه، واللي في النص هي اللي على الوش خالص، واللي فوق خالص هي الطبقه اللي في النص. بصوا شايفين اهي. هنشيل دول كده مع بعض. فاضي ده نجيب القاع بتاعنا، وكالعاده جبنا الطبقه بتاعتنا دي ميه، عارفين شربات البسبوسه، كوبايه سكر على كوبايه ميه يغلي، واول ما يغلي نحط على النار نص عصره ليمونه، واول ما يبرد يبقى جاهز نسقي بيه. هي بصراحه طريه، بصوا يعني مش محتاجه تتسقي، بس طبعا اصول الكيك او الجاتو بمعنى اصح لازم يبقى فيه شربات ليه اهو. والكريم بتاعنا كريم جانتيه بتاعتنا اللي انا قلت لكم اتعملت معانا ازاي، موجود عندكم برضو فيديو، هحط لكم في اول تعليق مثبت فيديو على القناه للكريم جانتيه اتعمل ازاي. ولو عايزين الكيك كمان انزل لكم اللينك بتاعه. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمينا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو عايزه مني اي حاجه اي طلب اكتبي لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكي بفيديو عملي. بصوا بقى شلت اللي في النص اهي. نجيب بقى الطبقه اللي هي على الوش دي، ولا هنشيل ده ولا حاجه، كل ده بالشربات معانا اهي هنطريه، ومش محتاج ان احنا اتفقنا في الاول انها تورتايه غير ايه، غير مكلفه. انا بقى هقطع من الكيك بقى ما بتتسقيش ليه؟ اولا هي الطبقه جايه من النص بتبقى بصوا طريه زي ما انتم شايفين كده. الطبقه دي بقى بصوا الكريمه بتاعتنا دي لو ما كانتش مظبوطه ما كنتش اقدر اضغط بيدي كده عليها وتتظبط معايا. بصوا اهو، ليه بضغط؟ عشان اساوي بقى اعمل الطبقه بتاعتنا. بصوا شايفين، بصوا هتتقطع من كتر ما هي طريه اصلا. مش هنسقي بقى الطبقه دي كده خلاص، الشربات بتاعنا مهمته انتهت. نجيب بقى ايه الكريم جانتيه بتاعنا ده، وبحذركم بلاش الكريم جانتيه اللي بالسكر. انا عندي الادوات اللي بسوي بيها الكيك هنا كمان هوريها لكم، بس انا حبيت اسهل عليكم وفي اقل من 10 دقايق زي ما احنا متفقين في كل فيديوهاتنا، اقل من 10 دقايق نكون عملنا الوصفه. سهله وبسيطه وغير مكلفه، وهو ده مبدئي في القناه، وقت قصير وغير مكلف اهو. كده بقى مهمه الاسباتوله انتهت. في بقى حاجات زي كده
بسيطه على فكره، يعني المجموعه دي باين ب 10 جنيه او 12 جنيه في اي مكان بيبيع حلويات، خامات الحلويات. ننضف بس مكاننا كده الاول. بعد بقى ما نضفنا مكاننا كده لازم مكانك يبقى نظيف عشان عقلك كده يبقى رايق وانت شغاله الشغل ده. دي بقى مشرشر الواد ضيق كده. على فكره لو انت مش لاقيه ما لقيتيش لايك القناه شجعوني اجيب لكم احسن ما عندي واعرضه على القناه اهو. ايه رايكم؟ تعالوا بقى ايه نسوي بس هنا الاول كده. سوينا. لو عايزه تعمليها زجزاج برضو مفيش مشكله. ايه رايكم بقى؟ يلا تبقى تورتيه كلها زجزاج في بعضه. طبعا مش عارف يعني ايه زجزاج، اللي هي الحركه دي كده. بصي زي كده تمام اهو. بصوا الشكل. عايزين بقى تعملوها الساده مش الزجزاج يبقى كده اهو. وتلفي بقى. لو عندك بقى العجله الدواره بقى يبقى اسهل معاكي كده اهو. بس اهو خلص الموضوع. عايزه بقى تحطي عليها جناش شوكولاته زي ما هي كده. تدخل فين؟ تدخل الفريزر او التلاجة تتجمد شويه. في الفريزر 5 دقايق، في التلاجة ممكن نص ساعه. ونحط الجناش عليها. نجيب بقى منديل مطبخ عادي اهو نضيف مفيهوش اي حاجه. نبدا بس ايه نساوي اي حاجه ممكن تكون نزلت هنا عشان بس ايه الشكل الجمالي بتاعنا يبقى ايه مظبوط اهو. اهو في اسهل من كده في ذمتكم؟ خدت انا وقت. بس هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقيه الكريمه بقى نعبيها في كيس حلواني ونيجي نشكلها مع بعض. بعد ما عبينا بقى الكريمه بصوا البسبوله اللي احنا بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي هنا بقى ايه نعمل شكل كده دواير فوق كمان كده كده. شكل البلبله بقى ده اللي انت تحبيه، ده ذوق بتاعك انت بقى. نقسمها بقى تاني اهو. اوعي بقى تنسينا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه اهو. بصوا نقسمها بقى على 4 كده كده. بصوا نقسم الناحيه التانيه كمان. قلنا بقى الشكل ايه بتاعكم ده بقى كده اهو. ايه رايكم يا حبايبي؟ بعد ما خلصنا شكلها الجمالي ده تحفه ده، ممكن تحطي شوكولاته مبشوره على الوش. ممكن تحطي فواكه وجيلي تلميع على الوش. وان شاء الله نعمل لكم مع بعض تورته فواكه. انا بقى عندي حاجات ايه بقى. بصوا شوكولاته كده في منها الصغير وفي منها الاكبر وفي منها وسط صغير كده. في منها ابيض وفي منها الوان وفي منها الشوكليت. وعندنا فارماسيل كمان. في فارماسيل بعد ما بيتحط على التورته في الثلاجه بيبدا يطبع لون. ده ما بيطبعش لون. انت قولي بتاع الخامات الحيواني او العطار انا عايزه فارماسيل لما يبات على التورته ما يطبعش لون. نبدا بقى نعمله كده بشكل جمالي حلو قوي كده. فوق كل واحده من دي هنحط ايه شوكليت زي ما انتم شايفين كده. عندك بقى كريز اي حاجه عندك بقى. احنا اتفقنا انها تكون ايه غير مكلفه. بعد ما خلصنا الدايره كده زي ما انتم شايفين هنعمل ايه على الدايره اللي تحت دي كمان كده. نفس الحكايه انا جايبه 3 جنيه. شفتوا بقى التورته بتاعتنا غير مكلفه ازاي. الزواق ده بقى بتاعك بقى. زواق التورته هو اللي بيكلفها على فكره، لكن اساس التورته واحد اللي هو الكيك والكريم جانتيه والكلام من ده. اساس التورته واحد. نعمل هنا كمان. ايه رايكم بقى؟ لو عندك شوكولات ابيض بقى ممكن يخلط ايه الفرماسيل الجميل ده بقى. المهم بس تتفرجوا كده معايا وقولوا لي ايه رايكم. نوريكم برده في الاخر. ايه رايكم بقى؟ نعمل كده لغايه الشكل بتاعنا اهو. اي حاجه ان شاء الله حتى كرات الفضه والذهبي اللي هي بنحطها فوق الغريبه ممكن برضو تحطيها على فكره. اهم حاجه تجيبي الحاجات دي من عند العطار. حاجات خامات
تصلح للاكل. وزارة الصحة سامحة بيها علشان احنا مش عايزين نأذي اولادنا. ايه رأيكم يا حبايبنا بذمتكم؟ في احلى من كده؟ شايفين الشوكليت ده بقى اهو. نجيب حبة كده حلوين ونبدأ نوزع هنا كده. لو عندك بقى شوكليت ابيض ممكن تحطي الناحية التانية القصالة دي ابيض. للأسف ما عنديش غير الشوكليت ده بس. فهنبدأ ايه نتعامل من اللي موجود في المطبخ عندنا ونعمله. مش هنقف على حاجة، مطبخ شمس ما بيقفش على حاجة، بيعمل كل اللي هو عايزه، ما بيقفش على حاجة خالص. اهو خلص الموضوع، خلص الموضوع اهو. الدنيا سهلة جدا، من أبسط التورتات والأسهلها ممكن تعمليها في حياتك. وده بقى الفرماسيل بتاعنا. بس يعني كده حبة كده خلاص. لا مش خلاص بقى، نكمل بقى بالباقي كده. نبدأ نعمل ايه كده، خططيه كده. بصي تبدأي تعملي كده علشان خاطر ايه، انا عايزاه ينزل في الجناب بس. ولو نزل تحت على الكريمة دي يعني ما يقولش لا مش وحش. اهو اللي هيقع كله ده على الرخامة هنلمه تاني. احنا منضفين الرخامة بتاعتنا وملمعينها بمية بخل علشان خاطر نعقمها. وبعد المية بخل رحت عاملة فوطة ايه نضيفة علشان خاطر اي حاجة تقع مني اقدر ان انا استخدمها تاني. اهو ايه رأيكم؟ في اسهل من كده؟ بس كده نضف بس الرخامة كده واوريها لكم. بعد بقى ما نضفنا حوالينا كده وجبنا طبق بقى فرشنا المفرش بتاعنا المعتاد اللي بنقدم عليه. ودي التورته بتاعتنا. اوعى يا ريس، ايه رايكم؟ سنكم مكلفه. بصوا الجمال، شايفين؟ في حاجه احلى من كده؟ كله صنع ايدينا. تورتايه من الالف للياء صنعتنا، حتى القالب نفسه صنعتنا. الطبق لا طبعا يعني مستحيل يبقى صنعتنا. ايه رايكم يا حبايبنا؟ يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم اكتبي اسم حبيبك او حبيبتك، ابنك، بنتك، جوزك هنا لو هو عيد جواز او عيد ميلاد. نقول لكم ايه بقى لكل حبايبنا؟ انا حبيت اعمل لكم تورتيه بسيطه كده. والف هنا وشفا ليكم. يا رب يكون عجبكم، يا رب فيديو النهارده يكون افادكم وعجبكم. نقول لكم ايه بقى؟ الف هنا وشفا. ما تنسيش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه لو عجبك الفيديو. وانا ان شاء الله اول تعليق مثبت، قصدي في صندوق الوصف ده اول تعليق مثبت هنزل لكم لينك القناه اللي مش مشترك في قناتي. وان شاء الله في صندوق الوصف هحط لكم لينك الفيديو بتاع الكريم جانتيه. لو عايزين بتاعه الكيك كمان موجوده عندكم على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه مفيش مشكله. واللي عايز مني اي وصفه يكتب لي تحت في التعليقات وانا اعملها له فيديو عملي. نقول لكم ايه بقى؟ الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.